احلى غسالة اوتوماتيك هتشغليها وانت مغمضة، بجد تحفة. والغسالة اللي محيرة كل عرايس مصر تستاهل. واطول فريزر في مصر، عروسة مفيش كلام. وتلاجات شارب الاسود والسيلفر، وتلاجات فريش ال 397 لتر. واحلى عروسة شرفتني النهاردة. ولو انت خايبة في القهوة اشتري الكنكة دي. السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومتابعيني الكرام. اي حاجة هتشوفوها في الفيديو هي اللي هتجيلكم، لان هي دي المصداقية اللي بيني وبينكم. تابعوا معايا الفيديو. هنبدأ بالغسالة بوش ألماني تقفيل تركي، ضمان الشركة 5 سنين وفرز تاني. بس الله أكبر عليها وبسم الله ما شاء الله. اشتري الألماني وانت مغمض. الغسالة دي أي حد يشغلها وهو مغمض، يعني هتخدم ناس كتير جدا جدا. وأحلى حاجة فيها إن البرامج مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكمان بارزة. يعني هتشغليها بكل سهولة. هتختاري البرنامج اللي يمشي معاكي. ديجيتال، فيها لوك خاص بالأطفال لو انت عندك أولاد. 8 كيلو، 1000 لفة. بوش ألماني تقفيل تركي، وأداة درج المسحوق. من أحلى وأجمل وأعلى الغسالات اللي موجودة في السوق. فرز تاني علشان الخرابيش اللي في حرف الغسالة دي. معاكم ضمان 5 سنين من الشركة. ده اللي خلاها تنزل فرز تاني. سعر الغسالة دي 10000 جنيه. سيري 2، أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء. غسالة 8 كيلو، بس الحلة بتاعتها عميقة تشيل معاكي. الحلة بتاعتها مختلفة عن أي غسالة انت هتشوفيها. دي لوازم الغسالة وشهادة الضمان وضمان الشركة 5 سنين. الشركة اللي بتيجي تركبها وبتشغلها. قطع الغيار هنا يا جماعة، الشركة موجودة هنا. ادي شكل الحلة ما شاء الله، هتشيل معاكي كمية غسيل. 8 كيلو بس محترمة. بطاقة كفاءة الطاقة 8 كيلو، أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء. غسالات بوش وكل منتجات بوش من أعلى الماركات اللي موجودة في السوق يا حضرات. اشتروا وانتم مطمنين. وطبعا بتديكي ضمان 5 سنين على الغسالة، 10 سنين على التلاجة. نخش بقى على الغسالة التوشيبا العربي أول والضمان 5 سنين اللي محيرة كل عرايس مصر. الغسالة دي ما شاء الله عريضة. بصوا تحس انها مكرشة كده. حلتها ما شاء الله محترمة. الكاميرا ظلمة الغسالة دي. اللي يشوف الغسالة دي على الطبيعي يحس ان الحلة بتاعتها ايه، محترمة وكبيرة. قصيرة بس ما شاء الله. الله اكبر عليها، كبيرة يا جماعة. 5 سنين ضمان وسنتين افتراضي فوق فترة الضمان كمان. الموديل ده بيبقى 11 ونص، بس بيمشي في السوق ان 12. الحلة بتاعتها بيبقى عليها حلقة مذهبة كده. الباب بيبقى مش هيدروليك، عادي بيتلم بنفس الطريقة دي. دي البرامج الغسالة وأدى شكل الغسالة من جوه. سعر الغسالة دي 9000. الحلة من جوه 10/10. ما شاء الله، حلة محترمة. الحلة نفسها تاخد كمية غسيل. كمية غسيل محترمة. الموديل ده بالذات يا جماعة حلته مستريحة قوي قوي. وهنا في فلتر بيلم الوبر أثناء الغسيل. غسالة أول بضمان العربي 5 سنين يا جماعة. توشيبا، ضمان توشيبا. درج المسحوق. الغسالات دي بنستخدم معاها مسحوق عادي أو مسحوق أوتوماتيك. استخدمي اللي يناسبك. وصلة السخن وصلة البارد موجودة فوق أهي. واللون سيلفر. سيلفر وش أسود بنفس الشكل اللي قدام حضراتكم. الموديل ده بيبقى مميز. هنا توشيبا ضمان العربي. توشيبا ضمان توشيبا. ركزوا معايا. سمعاني يا ام احمد؟ نيجي بقى لاطول فريزر في مصر. فريزر عظمه. فريزر ما شاء الله. الناس اللي عايزه تخزن وعايزه فريزر هقول لها الفريزر وايت ويل. الموديل ده ادراجه مستريحه عميقه ما شاء الله. فريزر محترم، عروسه ما فيش كلام. والله العظيم يا حضرات لو عندي غير ما هيقول عليه فرز، بس هو جاي لي كده نوفي وبكرتونه ولازم نقول عليه فرز. وتعالوا شوفوا شغل عالم اسماء. شوفوا شغل عالم اسماء، شوفوا بعينيكم. اسألوا كل اللي شرفني هنا في المعرض وشاف الشغل على الطبيعة. ماركة وايت ويل ديجيتال. نفتح الفريزر ونشوفه من جوه ما شاء الله. الموديل ده يا حضرات محترم. إضاءة داخلية جوه الفريزر العميق. الأول درجين نظام رف عميق.
وفي كمان درجين محترمين، هخرج لكم الدرج علشان تشوفوه على الطبيعه للناس اللي هي لسه منضمه جديده للصفحه بتاعتي. طبعا هو الادراج كلها مش قد بعضها، انا خرجت لكم درج من الادراج الكبيره اللي موجوده جوه الفريزر. بصوا، رصي بقى وشيلي بقى زي ما انت عاوزه، الدرج محترم، الدرج ما شاء الله كبير وعميق وفيه فتحتين على الجوانب علشان تشيلي الدرج منه. وكمان الناحيه اللي قدام دي بتبقى شفافه، تقدري تشوفي ايه الحاجه اللي موجوده في الدرج من غير ما تفتحي الدرج للاخر. هي بتبقى اذواق يا حضرات، واختاروا اللي انتوا عاوزينه. سعر الفريزر ده 11000 جنيه. الدرج اللي بعديه فيه اليد بتاعت الفريزر اهو، اليد اهي، ودي لوازم الفريزر. طبعا هو ضمان سنه من الشركه على السيريال نمبر، ضمان سنه من الشركه على السيريال نمبر يا حضرات. مليون مبروك على اللي هتاخده، ما شاء الله. عروسه وسمعاني تقدري تاخدي الفريزر ده مع التلاجة الوايت ويل اللي هي تلاجة بس، تبقي خدتي اكبر تلاجة دوبلكس في مصر، ما شاء الله. 700 لتر. عيشي بقى، عيشي. واحلى لايك، احلى لايك. نخش على شغل شارب. اول وضمان العربي 10 سنين. نازل بقى شارب السيلفر وشارب الاسود، اختاروا اللي انتوا عاوزينه، الاتنين بسعر واحد، 12000. اللهم صل عليك يا نبي في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. الساعه اللتريه 385 لتر. دي بطاقة كفاءة الطاقة، أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، الماركة شارب. المقبض نظام بقى استانلس كده بطول التلاجة. خلاص نفتح بقى شكل الفريزر. تلاجة نفرست بخار ما بتعملش تلج، ضمان العربي 10 سنين، أسرع خدمة عملاء في مصر، دي مش محتاجة كلام. وهذا شكل التلاجة، سواء التلاجة السيلفر أو السودا الاتنين بسعر واحد. ضمان العربي 10 سنين. أول يا حضرات. تمام. أي جهاز أنا بقول مواصفته، أي جهاز بقول عليه كل حاجة بالتفصيل في الفيديو، بس انتوا اسمعوا الفيديو للنهاية، بلاش تستعجلوا وتجروا الفيديو. اسمعوا الفيديو بس للنهاية عشان بترجعوا تاني تسألوني ويبقى عينكم في حتة ودنكم في حتة تانية وتلخبطوا نفسكم. استأذنكم اسمعوا الفيديو للنهاية. درج بقى الخضار، ده درج الخضار اللي هو تبع التلاجة، إضاءة بطول التلاجة. طبعا لما يكون الشغل اول، يعني الشغل بالكرتونه، يعني بطاقه ضريبيه، يعني اشتروا وانتم مطمنين من معرض علم اسمى، معرض واحد بس مالوش فروع يا حضرات. نخش بقى على شغل فريش. تلاجة فريش ما شاء الله. التلاجة دي يعني تلاجة عالية، 397 لتر. 397 لتر بتمشي في السوق 16، بس انا بقول بالساعه اللتريه. 397 لتر، اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء، ضمان شركه فريش 10 سنين. تقدر اي عروسه تاخدها تبقى تحفه. التلاجة مع فريزر تضقم، تاخد الطقم فريش. موجود عندي فريزرات فريش بردك ب 11000 جنيه، الستة درج ديجيتال، نو فروست بخار ديجيتال ب 11000. وتاخدها مع التلاجة اللي قدامكم دي ب10.5، تبقى 100. احنا بنقول افكار وانتوا اختاروا اللي يناسب امكانياتكم. ادي شكل الفريزر. هنا مفيش اضاءة، وفتحات التبريد متوزعة على كل حتة عشان كل حاجة تبقى في الفريزر واصل لها التبريد كويس جدا. ده شكل التلاجة من بعيد. نخش كده جوه التلاجة، هتلاقوا فيه 3 ارفف زازات كمان، تقدر ست البيت تتحكم في الرف تطلعه براحتها. وده درج الخضار. اول والاضاءة بطول التلاجة. دي بيانات التلاجة. اي تلاجة بيكون لها بيانات جوه كده يا حضرات عشان تتأكدوا ان انتوا معاكم شغل 10/10. اول كتيب التشغيل وشهادة الضمان وضمان شركة فريش 10 سنين. تمام. نخش بقى على الكيتشن ماشين بتاعت الغلابة. بصوا حضراتكم بقى، ركزوا معايا كده. دي محضرة او معلش خلاط من تورنيدو، نازل معاه كبة ومعاه مطحنة.
كبه ومطحنه ودرق خلاط. يعني تحس ان انتوا معاكم محضره بس على ايه، على الحنين كده، ملهاش دعوه بالمحضره الكبيره التانيه. النهارده بقى جاتنا عروسه راحت ماسكه المحضره او الخلاط اللي قدام حضراتكم ده، ومسكت في الكبه كده وقاعده تتفرج عليها. وبعد كده ايه، قالت مش هو ده بيعمل وظايف المحضره الكبيره دي؟ قلت لها اه. قالت خلاص، ايه اللي يخليني اجيب الكبيره ديت واكلف ابويا، ما ناخد الصغيره طالما هتديني نفس الوظايف. بجد 10/10. عجبتني انها مش عايزه اتكلف ابوها، وطالما شايفه ان ظروف ابوكي ما تسمحش ان انا اجيب حاجه غاليه عليه، اختاري ما يناسب امكانياتك. هتمشي الحال والله. كبه دي ولا مش كبه؟ هتفرمي خضارك وبصلك وكل حاجه، ومعاكي درق للعصير، ومعاكي مطحنه للبهارات، وهتبقى 100 100. الدرق الخلاط 1.5 لتر. ويا سلام بقى لو انت خايبه في القهوه زي كده، انا جبت كنكه القهوه بالكهرباء دي، هي دي اللي ظبطت فنجان القهوه. انا بتكلم على ايه، واحده زي خايبه، هي دي اللي مشيت معايا. بجد حلوه جدا جدا يا حضراتي دي بالكهرباء، وطبعا اوفر بكتير من مكن القهوه التاني اللي هو الكبير الغالي ده. واخدين بالكم؟ المكلف على الفاضي ده، واخدين بالكم؟ ابو مج. ها، يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والدعوه الحلوه. علم اسمع واحد بس، لما بقول لكم المعلومه بقولها بكل حب، علشان اللي يشوف حاجه في الفيديو هي دي اللي عينه هتجيله، او هي ده المنتج بالظبط اللي هيجيله بامرك يا رب، مش ان انا تشوفوا حاجه وابعت لكم حاجه تانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي ليكم، اختكم اسماء، شكرا ليكم ومع الف سلامه. باي.